مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. أنا محمد عبدو أحييكم وحلقة جديدة من برنامج بقعة حرية. القرآن تأويل جديد أم علاقة جديدة؟ هذا هو موضوع تلك الحلقة، ولا يستوي التعامل مع عنوان الحلقة بهذا الشكل إلا إذا سلمنا بضرورة التعامل مع القرآن بوصفه حالة للتعامل المعرفي. هو الأمر الذي يفتح الباب للنقاش حول مسألة بالغة الأهمية، والتي تتعلق بالكيفية التي يؤسس بها الناس علاقتهم مع القرآن ومع النصوص المقدسة على العموم. وغني عن البيان أنه فيما يؤدي التعامل السياسي مع القرآن إلى إفقاره على نحو كامل، حيث يجرى توظيفه في الأغلب كقناع لسلطة تمارس القهر والإجبار، فيما التعامل المعرفي معه يفتح آليات أمام إمكانية تصوره كساحة للتفاعل والحوار. لعل ذلك يقودنا مشاهدينا الكرام إلى ضرورة البحث في الطرق التي سعى المسلمون عبرها إلى تأسيس علاقتهم مع القرآن. ومن هنا فإنه يلزم العودة إلى اللحظة الأكثر مركزية في تاريخ الإسلام بأسره، وهذه اللحظة هي لحظة الفتنة الشهيرة، حين رفعت المصاحف على أسنة الرماح، وهو ما يمثل استدعاء صريحا للنص القرآني ليلعب دورا في الصراع السياسي. وهو ما يقودنا إلى البحث عن هذا السؤال: كيف هيمنت تلك الرؤية في الثقافة التي سادت في الإسلام؟ ولعل مقولة الإمام علي كرم الله وجهه إن القرآن كتاب مسطور بين دفتين لا ينطق بلسانه وإنما ينطق عنه الرجال، تكشف هذه المقولة عن دور بالغ المركزية للإنسان في إنتاج دلالة النص. مؤخرا أحدث كتاب مدخل إلى القرآن الكريم والتعريف بالقرآن للمفكر المغربي محمد عابد الجبري أحدث لغطا وصخبا كبيرين في الساحة الفكرية العربية، لكن ليس في مستوى مثلا ما أحدثه كتاب مفهوم النص في علوم القرآن لنصر حامد أبو زيد، حين حاول تعريف النص والتركيز على أن القرآن الكريم ليس نصا بالغ الوضوح وإنما يحتاج إلى تفسير. وهو ما يقودنا إلى الحديث عن من هو المسؤول عن بلورة هذه القاعدة الفقهية لا اجتهاد مع النص، في امتداد لسلسلة من المواجهات التي ظهرت في ثقافتنا العربية الحديثة، بدءا بنص الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق، ومرورا في الشعر الجاهلي لطه حسين وغيرهما من القراءات التي تسلط الضوء على تراثنا القديم بمحاولاتها تقويض نظام لا عقل والذي ساد في الثقافة الإسلامية. ما إن نزل القرآن الكريم في شبه الجزيرة العربية حتى بدأ النقد يتسلل إلى النص القرآني، وبطبيعة الحال لم يكن النقد ذاتيا من قبل المسلمين الذين امتثلوا للقرآن الكريم ككتاب هداية وتشريع، وإنما وجهت انتقادات كثيرة من المناوئين للدين الجديد سواء من قريش أم من اليهود. ونزل النص القرآني ليتحدى الجميع فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. تصدى الصحابي المعروف بحبر الأمة عبد الله بن عباس للاتجاه النقدي للنص القرآني وزعيمه نافع ابن الأزرق، الذي انتقد كثيرا من الكلمات والتراكيب اللغوية بحجة أنها ليست من كلام العرب، فكان ابن عباس يفند كل شبهة بأبيات من كلام العرب الذي كان يحفظ منه الكثير. مع دخول الدراسات الاستشراقية إلى الساحة أصبح نقد القرآن الكريم فرعا من الدراسات الاستشراقية، وظهرت كتابات في هذا الشأن لبعض المستشرقين مثل ويليام موير وفيلهازن وجولدتسيهر ومارجليوث وبلاشير.
وجد هذا الاتجاه النقدي قبولا عند بعض الباحثين في البلاد الإسلامية مثل الدكتور طه حسين الذي استبعد الشعر الجاهلي عند الاستشهاد على صحة القرآن، وأراد التعامل مع النص القرآني كغيره من النصوص الأدبية، وقال بأنه لا يوجد دليل قاطع وملموس على صحة ما ورد في القرآن من القصص القرآني. ويذهب بعض الباحثين إلى أن كتاب الشعر الجاهلي لم يكن خالصا للدكتور طه حسين، وإنما أخذت أفكاره من المستشرق الإنجليزي مارك جليوث. وفي نفس المضمار ذهب الدكتور زكي مبارك في كتابه النثر الفني إلى أن في القرآن خلل، وأنه لا يعد أن يكون أثرا جاهليا من كلام البشر. ولم يتوقف تيار النقد للنص القرآني، فهناك كثير من الباحثين الحداثيين الذين صاروا على نفس الدرب، أمثال محمد أركون ومحمد عابد الجابري ومحمد شحرور وحسن حنفي ونصر حامد أبو زيد وسيد القم. وعلى الجانب الآخر نجد المدرسة الأخرى التي تقول بقدسية النص القرآني وتجرم التعامل معه كنص أدبي قابل للنقد، وإن كانت لا تنفي الاجتهاد في فهمه. وتبقى فكرة النقد للنص القرآني مثار جدل ونقاش بين الاتجاهين حتى تضع الحرب أوزارها. كثيرة نحاول أن نطرحها مشاهدينا في هذه الحلقة من بقعة حرية، النص القرآني ما بين القدسية والقابلية للنقد. أدعوكم لمتابعة هذه الحلقة. نبدأ التحية مشاهدينا في كل مكان، وهذه الحلقة تأويل جديد أم علاقة جديدة مع القرآن الكريم في سلسلة الحلقات التي نخصصها لمعالجة مفهوم القرآن. يسعدنا أن يكون معنا الدكتور محمد عبد السلام، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس. أهلا بك دكتور. أهلا أستاذ. شرفنا. ويشرفنا بالحضور أيضا الأستاذ الدكتور علي مبروك، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة. أهلا. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. يبدو أن التقرير الذي بدأنا به هذه الحلقة فتح شهية ضيفي الكريمين فيما قدمه من آراء متباينة ومختلفة وحول قدسية القرآن، ومن ينادي بمحاولة نقد القرآن الكريم في التيارات الغربية ما بين قوسين، فكرة النقد والاقتراب من النص، كيف يكون الاقتراب مع النص القرآني. التقرير أثار حفيظة وشهية ضيوفي الأعزاء، وأبدأ بالدكتور محمد عبد السلام. تعلق على ما جاء بهذا التقرير في البداية، الذي عرض لبعض إسهامات المفكرين مثل الدكتور محمد أركون وعابد الجابري وبعض المفكرين الغربيين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بس الجزئية الأخيرة في كلامك وأنت تقدم التقرير، النص القرآني ما بين القدسية والقابلية للنقد. لا، أنا لي تحفظ، ويمكن في البرهة بين التقرير وبين العودة مرة أخرى. عفوا، بس يعني هذا ليس كلامي أنا، يعني هذا كلام ما يدور في هذا التقرير وليكن يمكن أنا والدكتور علي اتفقنا، لأن هناك من اتفقنا على أن هذه المسألة تحتاج إلى تجلية. طيب. فهذا ما عرض في التقرير، فأنت تعلق على ما عرض وليس على شخص المذيع الذي قال هذا الكلام. هو إحنا هنا هننطلق هنا، أنا يعني دائما أبدأ من تحديد المصطلحات. نحدد المصطلح أولا ثم ننطلق حتى لا نكون في فضاء يعني فارغ. يعني النص القرآني نص مقدس لأنه كلام الله تعالى. عندما نتفق على هذا أنه نص مقدس لأنه كلام الله تعالى، يبقى إذن سنشطب عبارة ما بين القدسية والقابلية للنقد، لأنه إما أن يكون كلام الله تعالى فهو مقدس، وإما أن يكون ليس كلام الله تعالى فهو ليس مقدسا ويقبل النقد. فنتفق ابتداء على أن النص القرآني هو كلام الله تعالى المقدس. النص القرآني نص مقدس. النص القرآني لا يقبل النقد لكونه نصا، ولكن النص القرآني عندما أنزله الله سبحانه وتعالى ولكونه نصا إلى يوم القيامة محفوظا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون،
فإن الله سبحانه وتعالى جعل الآيات القرآنية منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. يبقى إذن عندما نتحدث عن مسألة القابلية للنقد، القابلية للنقد هنا بالنسبة للمفسر وليس بالنسبة للنص. أنا أنقد المفسر ولا أنقد المفسر. المفسر اللي هو النص، مش ما يقوله المفسر، لا، ما يقوله المفسر أنا أنقده طالما أن إيحاءات اللغة تقبل ذلك، عطاءات الكلمة تقبل ذلك، واخد بالك؟ طالما أن وقد يتدخل العقل في ما يقوله المفسر. صحيح، هو نقد للتفسير أو الفكر الذي يدور حول القرآن. نعم، تمام. في هذه النقطة دكتور علي مبروك، لك يعني تعليق على التقرير وما ورد فيه، والحديث عن مارجليوث أو غيره من المفكرين الغربيين. كما ورد في التقرير وردت كلمة نقد القرآن الكريم، فهذه الكلمة تعود لمن قالها، وعلى ما أعتقد مارجليوث المستشرق الإنجليزي هو الذي قال هذه الكلمة، فكرة نقد القرآن الكريم. لدينا نحن في الثقافة العربية وفي الكتابات العربية نقد الفكر الديني مثلا، ونقد من يتحدث عن الأفكار التي تستنبط من الكتاب. هو يعني في الحقيقة أنا بتفق مع الدكتور محمد عبد السلام فيما يخص أنه مسألة القابلية للنقد دي لابد من مراجعتها في التقرير. هذا أولا. بالإضافة إلى مسألة أخرى في التقرير لابد من التنويه عنها لكي نكون منصفين، يعني قصد الإنصاف، وهو أنه ليس كل الاستشراق نقد للقرآن. يعني لا يمكن أن نضع المستشرقين جميعا في سلة واحدة. وإضافة يعني عدد من المفكرين العرب كمان للمستشرقين في أنهم تابعوا المستشرقين في نقد القرآن أيضا لا يمكن أن يكون هذا حكما منصفا على هذه الجهود. هؤلاء لم يكونوا ينتقدوا القرآن، يعني بكل تأكيد. مثلا في الشعر الجاهلي بكل تأكيد أفكار ما جاءت بعد ذلك تأثرت بهذا التيار الغربي أو تأثرت بهؤلاء المستشرقين بشكل كبير. يعني بكل تأكيد هناك بعض النقد الذي وجهته شرائح في المدرسة الغربية، شرائح في الاستشراق للقرآن ولكل الكتب المقدسة، لأنه الغرب مارس نقدا، ونحن نعرف أنه في القرن ال18 حتى في القرن ال17 معظم الكتب المقدسة سواء التوراة أو العهد القديم أو كانت موضوعا لنقد شديد من المدرسة التاريخية ومدرسة الأشكال الأدبية. يعني هذه مسائل معروفة جدا في الغرب، وربما جاءوا بهذه الروح الناقدة، تعامل بعضهم مع القرآن بهذا الشكل. اتفق معك انه ربما بعض الشطط في كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي، خصوصا ما يتعلق ب وإن كان أيضا يمكن أن نتعامل معه، لأنه طه حسين لا يمكن أن نظر إليه على أنه ناقد للقرآن، لأنه ماذا فعل طه حسين في الحقيقة؟ طه حسين كان بيحدد وسيلة للتعامل مع القصص الذي جاء به القرآن. هل هذا القصص يروي تاريخا أو يروي فنا؟ هذه قضية خلافية، والتبني رأيي فيها أنها تعد أقرب إلى الفن منها إلى التاريخ والحديث عن شخوص تاريخية وإلى آخره. يمكن التعامل مع هذه المسألة على نحو أو آخر، رغم أن البعض قد يرى فيها كثير غلوا وكثيرا من هو عود بعض الأفكار حتى في آخر حياته بالضبط سيدنا إسماعيل وإبراهيم ووجودهم أم لا، يعني بالضبط. لكن يبقى بقى إذا كنا يعني ننأى بالقرآن عن أن يكون موضوعا للنقد، يبقى أنه هناك علاقات أسسناها مع القرآن، هذه العلاقات في حاجة إلى النقد. هناك قواعد وضعت للفهم، تجدها مبسوسة في أعمال المفسرين وأعمال الفقهاء وإلى آخره. هذه القواعد تقبل النقد، وأرجو فقط في هذه الحالة، لأنه البعض لسوء الحظ يوحد بين هذه القواعد وبين النص. ممتاز. فيعتبر أن نقد القواعد نقدا للنص. هذا يدفعني أو يقودني إلى فكرة، هل نحن بالفعل في حاجة إلى علاقة جديدة، تأسيس علاقة جديدة وتأويل جديد مع النص؟ لأن الخلط ما بين النص كونه نصا مقدسا وما بين فهم هذا النص أو وضع قواعد تتعامل مع هذا النص، هي المسألة
لا أقول جديدة وإنما أقول متجددة. لماذا؟ لأن أيضا السلف والعلماء السابقين تناولوا هذه القضية. يعني مثلا الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، السيوطي متوفى 911 هجرية، بيقول في كتابه الإتقان في علوم القرآن إن القرآن الكريم منه ما يسمى نص، بس النص هنا مش النص بمعنى النص القرآني أن كله، لا، يعني ما يسمى نص يقصد به هو اللفظ الذي لا يحتمل سوى معنى واحد، بيسمى عنده النص. في اتفضل دكتور. الظاهر وهو إدراك الطرف الراجح، المؤول وهو إدراك الطرف المرجوح اللي هو الأقل، والمجمل هو الذي تزاحمت فيه المعاني ويحتاج إلى قرينة تجعله يعني نصل إلى معنى من هذه المعاني أو نرجح معنى من هذه المعاني. أيضا مدرسة المتكلمين ومدرسة الأحناف في أصول الفقه عندما تحدثت عن القرآن، يعني مدرسة الأحناف يتعاملون مع قضية الظاهر والنص والمحكم والمفسر بما يسمى تحت طائلة الوضوح في الألفاظ، وهناك الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه تحت ما يسمى بالخفاء في الألفاظ. يعني إذن هذه قواعد مبثوثة في كتب علوم القرآن ومبثوثة في كتب أصول الفقه. هذه القواعد وضعها العلماء، استنبطوها من النصوص القرآنية المحكمة والمتشابهة. يمكن النظر في هذه القواعد، يمكن أن نضيف إليها، يمكن أن نحذف منها، لأنها كما ذكر الدكتور علي وأثني عليه هناك فارق بين النص وبين القواعد التي وضعها العلماء، وأن نضيف إليها. يعني يمكن أن نضيف معالم وضوابط في التعامل مع النص. يمكن أن نستفيد من المناهج، حتى من المناهج الحداثية. نعم، يمكن أن نستفيد من المناهج الحداثية، لا شيء فيه. يعني المسألة تحتاج إلى وسطية في التعامل مع نحتاج إلى هذه الوسطية. نعم. دكتور علي، ما هو الفارق ما بين التعامل السياسي مع القرآن، وهناك شواهد كثيرة سوف نتحدث طبعا عن الفتنة الكبرى، والتعامل المعرفي مع القرآن؟ هو هذا يعني هذا يجرنا إلى النقطة التي أشرت إليها، ربما هي نقطة أن هناك علاقة. لأن أنا بتصور أنه قبل الحديث عن الفهم وعن التفسير وإلى آخره، ربما هناك مستوى أولي. أنا بتصور أن هناك مستوى أولي، هو مستوى العلاقة مع القرآن. وأنا عندما أتحدث عن العلاقة مع القرآن، أنا أتكلم عن علاقة بالمعنى المعرفي مع القرآن. كيف أقام المسلمون علاقتهم مع القرآن؟ كما أشرت في بداية الحلقة، هناك لحظة تأسيسية بالفعل في تاريخ الإسلام. في تاريخ الإسلام ليس فقط السياسي، وإنما أيضا تاريخ الإسلام الثقافي، وهي لحظة الفتنة. هذه لحظة مؤسسة بمعنى أنه ما وراءها يختلف عما كان قائما قبلها. يعني أنا في ظني أنه المطلع على موسوعات التفسير زي مفاتيح الغيب مثلا أو جامع البيان بتاع القرطبي، وقيمة هذه الموسوعات أنها يمكن اعتبارها بمثابة كتب حاملة لتاريخ الأفكار، تاريخ أفكار الصحابة، تاريخ أفكار من قرأوا القرآن. هم سجلوا كل هذه الأفكار. يعني تذهب للمفسر مثلا لتقرأ تفسير آية، فيقول لك إن هناك 5 أقوال أو 6 أقوال في تفسير هذه الآية. من يذهب إلى هذه الفترة المبكرة، تجربة الصحابة في التعامل مع القرآن، يجد أن الصحابة كانت لهم تجربة منفتحة ومفتوحة جدا مع القرآن. صحيح. بدليل هذه الآراء ثراء، بدليل بالفعل أنك عندما تعود إلى هذه الفترة تجد هناك تعددا وصل في البعض إلى حد الخلاف حول مسائل نتصورها الآن. وأنا أريدك أن تتابع معي، والدكتور محمد كمان يتابع معي هذه المسألة. نتصورها الآن مسائل قطعية وقاطعة، ولا مجال للقول فيها. يعني لا مجال أبدا لقول فيها. لكن عندما تذهب إلى هذه المصادر التي سجلت لنا تجربة الصحابة مع القرآن، تجد أنه كان هناك أكثر من قول في المسألة. إذن هذا ما أسميه أنا بالتعامل المعرفي مع القرآن. يتحاورون مع القرآن.
هذا الذي أبى أتصور أنه عبر عنه الإمام علي بن أبي طالب عندما قال إنه القرآن كتاب مسطور بين دفتين لا ينطق بلسان وإنما ينطق عنه الرجال. في هذه النقطة دكتور علي عفوا يعني أعود للدكتور محمد عبد السلام. في البداية مع الصحابة كان هناك أفق مفتوح للعلاقة مع القرآن وفهم القرآن وتأويل القرآن. ما الذي حدث؟ ما الذي قطع هذه العلاقة؟ ونحن أمامنا أكثر من نموذج، يعني إذا توقفنا عند نموذج الإمام الشافعي أو النموذج الأشعري في التعامل مع القرآن الكريم، هل تحول القرآن أو ساحة القرآن من ساحة للتفكر والتدبر والحوار في بعض الأحيان إلى سلطة إخضاع، سلطة إجبار؟ هو يعني كما ذكر الدكتور علي في مسألة الثراء والتنوع الذي كان موجودا عند الصحابة وسجلته الكتب بعد ذلك، جمع البيان للطبري وليس للقرطبي، بس قال القرطبي انا صاحب بس الجامع لاحكام القرآن، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي، اما جامع البيان للطبري، جامع البيان وطبعا مفاتيح الغيب وزاد المسير لابن الجوزي. ما يعني اكثر الايات التي يفسرها يقول وورد في الايه 6 أقوال، القول الاول كذا والقول الثاني. الطبري اسس لاحتماليه النص القرآني الاكثر من معنى، ولذلك احنا عندنا في اصول الفقه معنى جميل قوي يقول لك تعدد الافهام، جواز تعدد الافهام للنص القرآني. يجوز ان تتعدد الافهام. مدى قابلية الافهام في التعامل مع النص القرآني يجوز ان تتعدد، لان عندنا ما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة. ما هو قطعي الدلالة في القرآن الكريم قليل جدا جدا، وما هو ظني الدلالة كثير جدا. والتعامل عندما يعني الدكتور علي بيقول 6 أقوال 7 أقوال، نعم، لأن ما هو ظني الدلالة كثير جدا يعني، وكل له مشربه. أنا لي بحث بعنوان اتجاهات التفسير المختلفة، وحدة الهدف وتنوع الآليات. وحدة الهدف، الهدف هو إيه؟ الهدف هو فهم النص القرآني عند الكل. تنوع الآليات بحسب المشارب والمعارف المتنوعة، يعني هناك خلفيات خلفية فكرية، ثقافية، خلفية لغوية، خلفية بيانية. يعني واحد مفسر بلاغي عندما يتناول النص القرآني سينظر إلى البلاغة وإلى البيان اللغوي، سينظر إلى اللغة وإلى الاشتقاق. المفسر النقلي اللي هو التفسير بالمأثور سينظر إلى الروايات. المفسر الذي يتعامل الفقيه سينظر إلى آيات الأحكام. طب المفسر الموسوعي، عوام الناس لهم هذا الحق في أن يفهموا القرآن بمشاربهم وبخلفياتهم. هو القرآن الكريم قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك الدكتور علي أشار إلى مسألة القراءة الأولية، يعني أعجبني هذا التعبير. كيف علاقتنا الأولى مع القرآن؟ اللي هو تقدر تقول عليه التفاعل الأولي. التفاعل الأولي تجده عند الكل، التفاعل الأولي، لكن هو طبعا بيتباين من فرد لفرد، لكن هناك تفاعل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن أن تصل بقى إلى مرحلة التفسير، أن تصل إلى مرحلة التأويل، هذه يعني محطات يجب لها دراسة ويجب لها بحث ويجب لها قراءة ويجب لها مرجعيات. لكن القرآن بإعجازه فيه كل هذا، فيه أنك تستقبله استقبالا أوليا بحسك، وإذا أردت ما هو أكثر من ذلك ترجع، وإذا أردت إلى غير ذلك. يبقى إذن تنوع الآليات موجود. وحدة الهدف اللي هو فهم وحدة الهدف اللي هو فهم القرآن. لكن تنوع الآليات موجود منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا. ولذلك في كل مدرسة من المدارس التي يعني ذكرتها في هذا البحث، يعني المدرسة اللغوية بدأت مع ابن عباس، وأنت أشرت في التقرير إلى سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس، واستمرت صحيح، يعني تظهر بقوة في فترة وتخبو في فترة، لكن يظل أهل اللغة يتعاملون مع القرآن بهذا الشكل. المدارس الفقهية أيضا ظهرت مع الصحابة وعلت جدا مع ظهور المذاهب الفقهية، وتستمر الآن في دراسة ما يسمى بتفسير آيات الأحكام إلى غير ذلك من الأمور. فإذا القرآن كان يمثل ثراء وتنوعا للأفكار التي تعاملت مع هذا. وفكرة التأويل دي مرحلة عليا في التعامل مع النص. إذا رجعنا إلى المرحلة الأولى الأولية والتي وصفها الدكتور علي مبروك في التفاعل المباشر الأول مع النص، وطبقنا أو نزلنا إلى الواقع الآن الذي نعيشه، في بعض الأحيان يتحول القرآن الكريم أو المصحف، وده بنشوفه في حياتنا اليومية، إلى
مصحف نتبارك به ونضعه على الأرفف ونتمتم به، ويعني لا نفعله في حياتنا بشكل قوي. نعم. فكر ده نوع من التعامل الأولي مع القرآن، مع التعامل المباشر معه. كيف تنظر إلى هذه الحالة؟ اسمح لي بس السؤال اللي يعني أثرته مع الدكتور محمد قبل قليل يهمني أن أتداخل، اسمحوا لي أن أنا أتداخل فيما يخص هذا السؤال، لأنك تساءلت عن ما جرى إذا كانت الأمور في المرحلة الأولى المبكرة، مرحلة الصحابة، كانت بهذا الانفتاح والرحابة في العلاقة، كانت العلاقة مع القرآن على هذا النحو من الانفتاح والرحابة، فما الذي جرى؟ الذي جرى في الحقيقة أن السياسة، وهنا بقى هنا ما يمكن أن يشار إليه بأنه القرآن طبعا للتوظيف السياسي، هذا هو المسؤول عن كل يعني ما نتخبط فيه، وهذا هو ما ينبغي أن يدفعنا إلى محاولة استعادة المستوى المعرفي الأول للعلاقة مع القرآن، ضدا على ما جرى من جعل القرآن موضوعا لعلاقة سياسية. التعامل المعرفي مع القرآن جميل، هذا سؤال جميل، لكن اسمح لي أولا أن أشير إلى الكيفية التي تأسست بها العلاقة واستقرت في الثقافة، العلاقة مع القرآن واستقرت في الثقافة بوصفها علاقة سلطة بشكل أساسي. أنا بتصور أنه تجربة معاوية بن أبي سفيان، تجربة حرب صفين وما تمخض عن هذه الحرب من رفع المصاحف على أسنة الرماح، كان أول يعني عمل يبشر بأن القرآن سيبدأ إدخاله أو سيبدأ تحويله إلى أداة يتم بها حسم الصراعات السياسية بشكل أساسي، يعني لأنه في الحقيقة ما جرى في بعد هذا الحدث، هذا الفعل اللي هو فعل رفع المصاحف على أسنة الرماح، أنه الحرب بالفعل توقفت، وبالتالي أنجز هذا الربط للقرآن بالسيف ما عجزت السيوف وحدها عن إنجازه. يعني السيوف وحدها لم تكن سيوف جيش معاوية، لم تكن فاعلة بما يكفي لإنجاز النصر لجيش معاوية. ما الذي أنجز النصر لجيش معاوية؟ هذا القران بين القرآن وبين السيف. تمام. طيب إذا نفهم من هذا الكلام دكتور محمد، وهل توافق هذا الرأي، أن السياسة أفسدت علاقتنا بالقرآن الكريم على مر التاريخ؟ وهنا استشهدنا أو تحدثنا عن حادثة الفتنة الكبرى. كيف المقولة الشهيرة واللي بدأنا بها الحوار والمعروف عن الإمام علي كرم الله وجهه، أن القرآن كتاب مسطور بين دفتين لا ينطق، إنما ينطق عن لسانه الرجال. وله رواية أخرى منقولة عنه اللي هو أن القرآن حمال أوجه. القرآن حمال أوجه يعني معناه أن هناك الظن في النص القرآني كثير كما كنا، وأن هناك تأويلات عديدة، وكما قلنا أن إيحاءات اللغة، عطاءات الكلمة يعني بتتدفق يا أستاذ محمد من قرن إلى قرن. يعني يمكن أن يفهم المفسر النص القرآني يأخذ منه وجها، وكما قال أحد الأدباء النص القرآني أشبه بقطعة الماس. قطعة الماس لها أضلاع، إذا نظرت إلى ضلع من أضلاع قطعة الماس بهرتك وظننت أنك وقفت على قطعة كاملة، فإذا أنت ذهبت إلى مكان آخر ورأيت ضلعا آخر يبهرك، وهكذا. فيعني الآية في القرآن الكريم أشبه بقطعة الماس تبهرك وتأخذ منها ما تسعفك ثقافتك الأولية أو المرجعية على أن تأخذ منه. إذن أنا دائما أقول يجب ألا نقطع في المظنون برأي، هذا خطأ علمي. يجب ألا نقطع في المظنون برأي، وأنا لي حتى مقدمة في التفسير عندي ذكرت هذا في المقدمة. يجب ألا نقطع بتفسير معين للآيات التي تحتمل أكثر من تأويل. يجب، وكما يكون حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. يعني هذا أمر مهم. مسألة السياسة وقد أشار إليها الدكتور علي وأنت أشرت إليها، نعم حدث، لكن هنا المسألة يعني النزعة السياسية هي التي
جعلت البعض يأخذ بنص آية مثلا من القرآن الكريم يدعم بها موقفه والآخر يدعم. المسألة هنا الحق مع من؟ يعني هنا المسألة الحق مع من؟ ما هو أنت بتقول وأنا بقول لك الحق مع من؟ القضية كما قلنا إن الإقحام السياسة وتوظيف السياسة بهذا الشكل هو مفسدة ويؤدي إلى تأخر ويفسد الدين، يفسد الدين ولا يصلحه. لكن هذا ما نعنيه حتى هذه اللحظة في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، هذا الخلط ما بين الدين والسياسة. احنا دايما بنقول ايه، هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وهذه أمور متفق عليها. لكن أن تأتي من النصوص، ولذلك التأويلات الفاسدة التي ظهرت بعد ظهور المذاهب الكلامية والفلسفية، ما هي أخذت من القرآن ما يؤدي إلى أن تقول أنا الذي أملك الحقيقة أو أحتكر الحقيقة، وكل من مدرسة من مدارس التأويل الكلامي إلا وأخذت من القرآن. هذا خطأ يعني. ولذلك هناك فارق بين التأويل الصحيح وبين التأويل الفاسد. وكما ونعود مرة أخرى إلى مسألة التأويل الصحيح. التأويل الصحيح متعدد لأن النصوص القرآنية فيها ما يقبل تعدد الأفهام. صحيح. دكتور علي، حضرتك كنت يعني مطلع بشكل كبير حتى في جهدك العلمي على الأعمال الخاصة بالدكتور الجبري ونصر حامد أبو زيد، وكنت قريبا منه، وتحديدا إذا تحدثنا عن نصر حامد أبو زيد ومفهوم النص الذي يعني أحدث جدل واسع كبير، وأحدث حالة من الانتقاد الشديد أنه كيف يقترب من النص القرآني بهذه الصورة في كتابته. كيف ترى جهده الفكري والعلمي في هذا المجال؟ في الحقيقة أولا أنا يعني أخشى أنه استخدام لفظة النص، لأن لفظة النص مستخدمة كثيرا للإشارة إلى القرآن، وأظن أنه أنا بتحفظ كثيرا على على استخدام اللفظة دي للإشارة إلى القرآن، لأنه ربما الدكتور إبراهيم أو الدكتور محمد أشار قبل قليل إلى ما أورده السيوطي فيما يخص الأقسام بالضبط. وإنه دائما هناك من يقول لنا أن النصوص عزيزة، أن النصوص نادرة، أن النصوص قليلة. حتى السيوطي نفسه أشار إلى آية واحدة اعتبرها من قبيل النص الواضح البين الذي لا يحتاج لا إلى تفسير أو بيان أو إلى آخره. عودة إلى الجهود، لأن في مدرسة نأتي حتى عشان المشاهد يكون معنا في الصورة، وعرضناها في بداية تقرير هذه الحلقة. الجهود الخاصة بمدرسة محمد أركون والجبري ونصر حامد أبو زيد، هناك الناس يرون أو ما يقدم لهم أنهم تجرؤوا على القرآن. في الحقيقة بصراحة يعني دعني أتحدث عن عمل نصر، لأنه عمل نصر في الحقيقة هو أثار قدر كبير من الجدل في مصر، وكلنا عارفين التوابع التي ترتبت على هذا الجدل الذي أثير في مصر. في الحقيقة أنا عندما أقرأ كتابه الذي أثار كل هذا الجدل، وهو كتابه مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، بتساءل لماذا كل الجدل الذي أثير حول هذا الكتاب؟ مخلصا بتساءل لماذا الجدل؟ لأنه في الحقيقة يعني قارئ أو دارس كتب علوم القرآن يجد أن كل المادة التي بنى عليها نصر أطروحته كلها مستفادة من هذه الكتب والدراسات القديمة. يعني السيوطي حاضر بقوة، البرهان في علوم القرآن للزركشي حاضر بقوة، يعني كل مادة نصر التي يعني بنى عليها هذه الدراسة مستفادة من مصادر قديمة، وهي تعيد في ظني في أحيان كثيرة جدا مجرد إعادة لما ورد في هذه الأعمال القديمة. يبقى ما أثير حول نصر، إنه ما أثير حوله كان بخصوص مقتبس من دراسة له عن الإمام الشافعي، يتحدث في هذا المقتبس أو هذا المقتبس الذي قيل أنه ينبغي أن نتحرر من سلطة النصوص، اللي هو في تأسيس الوسطية الإسلامية، اللي هو في كتابه عن الإمام تأسيس الوسطية الإسلامية، في كتابه عن الإمام الشافعي.
وأنا بتصور أنه من يعني قرأوا يعني كيف وظفت هذه الآية عفوا هذه العبارة فهمت على أنها دعوة للناس للتحرر من النصوص. هكذا فهمت، يعني فهمت من التحرر من علاقة ما مع النصوص، تتعامل مع النصوص بوصفها تحرر من فهم علاقة فهم لهذه النصوص، من علاقة ما معها، وهي علاقة تخص القرآن وغيره. لأنه في الحقيقة عندما تتحدث عن علاقة، عن نمط من أنماط العلاقة، فأنت لا تتحدث عن علاقة مع شيء. يعني عندما نتكلم عن علاقة جديدة مع القرآن، ضرورة علاقة جديدة مع القرآن، أنت في الحقيقة لا تقصد فقط أن تكون علاقتك جديدة مع القرآن، لكن ستكون علاقتك جديدة مع كل من بنى في الثقافة بعد كل نصوص الثقافة. يعني كل النصوص لابد أن تتأسس معها علاقات جديدة. إذن علينا أن يعني نتعامل مع المسألة على أنه النصر لم يكن يتحدث عن ضرورة. طيب حتى يعني نستكمل الحوار، لأنه معنا تقرير للأسف الشديد. قبل الذهاب لهذا التقرير سريعا فيما يخص هذه الجزئية، المشروع الخاص بالدكتور نصر حامد أبو زيد، وهل أنت مع الذين يقولون مثلا أنه بكتابته تجرأ على القرآن الكريم؟ أنا قرأت له الكتابين، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، وقرأت له بحثه حول الإمام الشافعي. هي الدكتور ناصر هناك عبارات ملغزة في كتابه، وهذه العبارات الملغزة تحتمل أكثر من تأويل. يعني كدكتور هنا يعني كلمة النصوص ممكن أن تفسر بأنها النصوص الشارحة وليس النص، لكن هو فقط مسألة المنهج التاريخي الذي اعتمده الدكتور ناصر في كتابه مفهوم النص. هناك نص في، وطبعا هو الآن بين يدي ربه، هناك نص في كتابه مفهوم النص، وهو يتحدث عن التعامل بالمفهوم التاريخي أو بالمنهج التاريخي. هذا النص يمكن، يعني نص الدكتور نصر أبو زيد، أنا أقرأه أنه لا يمكن أن يفسر إلا كما كتب. يعني قد يكون عند البعض شيء يقول لا يمكن أن يؤول، يعني مسألة اللي هو التطور التشريعي في التعامل مع نص قطعي. تمام. ويمكن ده هي ما أثارت حمله هذه الضربة. طب أدعوك دكتور محمد وأدعو الدكتور علي مبروك لمتابعة هذا التقرير، ومن بعده لنا عودة مرة أخرى وتأويل جديد وعلاقة جديدة مع القرآن الكريم. لابد أن نتعامل مع القرآن على أنه نص مقدس وغير قابل للتأويلات وغير قابل للاجتهادات التي تحاول أن تغير من النصوص. هل نستطيع أن نخضع القرآن للتجارب أو العلوم أو العقل البشري؟ السؤال خاطئ، ولا يجوز أن يكون هكذا. القرآن سيد وما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء في كتاب الله. فنظرتنا إلى كتاب الله أنه مقدس ولا يجوز وضعه للنقد، ولكن يجوز وضع النقد من خلاله للتعلم، أننا ننتقد أنفسنا. فإذا أردنا المرجعية فعندنا القرآن، فإن القرآن غالب غير مغلوب. أما كيفية التعامل مع القرآن الكريم، فالقرآن الكريم ليست مجرد آيات قرأها أرسل الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يقرأها علينا، ولكنه دستور حياة. القرآن ليس مجرد قصص، مش مجرد قصة ان احنا هنحكيها. القرآن قصة وعبرة وعظة من الأمم السابقة، ان احنا نقدر نقيم حياتنا على أساس اللي كانوا بيعملوه. وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأحداث من الممكن تكون متشابهة لكن باختلاف الأشخاص. لأجل هذا غالبية القرآن الكريم ممكن يكون قصة سيدنا موسى، قصة سيدنا هارون، قصة سيدنا يونس، قصة سيدنا إبراهيم. كل هذه القصص الفائدة منها ان احنا نقدر نقيم علاقتنا بربنا وعلاقتنا بالناس وعلاقتنا مع نفسنا. نعود مرة أخرى مشاهدينا وبقعة حرية، والقاعدة التي يعني أرهقت الكثيرين، فكرة لا اجتهاد مع النص. كيف تقرأها دكتور؟
مسألة لا اجتهاد مع النص أنا يمكن أن أضيف إليها كلمتين، وعندئذ تسير القضية الكلية هذه تكون قضية صحيحة. لو قلت لا اجتهاد مع النص قطعي الدلالة، نص المحكم قطعي الدلالة الذي لا يختلف عليه أحد، لو قلتها هكذا تمشي المسألة. لكن لا اجتهاد مع النص بهذا الشكل دون إضافة شيء، لا، عليها تحفظات. ليه؟ لأنه هناك اجتهاد في فهم النص، وإلا ما فائدة التأويل؟ صحيح. ما فائدة التأويل؟ ما هو اجتهاد في فهم النص. عندما يقول عندما يختلف المفسرين في معنى، عندما يختلف المفسرون في معنى أو تفيد التقسيم أو تفيد التنويع أو تفيد كذا أو تفيد كذا، هنا اجتهاد، يبقى في هناك اجتهاد في فهم النص. لكن لا اجتهاد مع النص أنا أفهمها في حالة واحدة، لا اجتهاد مع النص قطعي الدلالة، وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة ليس لها معنى آخر. أما النصوص، أما الآيات الكثيرة في القرآن الكريم، وكما قلت قبل ذلك إنها آيات ظنية، هذه الآيات الظنية لابد من الاجتهاد في فهمها، لابد من الاجتهاد في فهمها. أنا لي كتاب اسمه القواعد الأصولية اللغوية وأثرها في تفسير آيات الأحكام. عرضت لمسائل كثيرة جدا للاجتهاد في فهم النصوص، سواء في قاعدة الوضوح والخفاء، سواء في قاعدة العموم والخصوص، سواء في قاعدة الأمر والنهي، سواء في قاعدة طرق دلالة الألفاظ على المعاني، وكلها اجتهادات في فهم النص. تمام. يعني الاجتهاد في فهم النص، كيف تقرأ هذه القاعدة لا اجتهاد مع النص مع الدعوة إلى تأسيس علاقة جديدة مع القرآن الكريم؟ أظن أنه تقريركم أظهر لنا خطورة هذه القاعدة. يعني المتحدث الأول الذي قال أن القرآن لا ينبغي أن يؤول ولا ينبغي أن يكون هناك اجتهاد ولا إلى آخره، هذا نتاج الثقافة التي تروج لأنه لقاعدة أنه لا اجتهاد مع النص. فلا بد أولا أن نحدد الخطورة التي تسببها هذه القاعدة. هذه القاعدة تغلق باب التفكير تماما، وهي قاعدة يرفعها البعض في وجهك عندما تبدأ في إثارة يعني رأي مخالف مع ما يتصورون أو مع ما يعتقدون. فهي أشبه بالسلاح الإيديولوجي في إيد البعض، يعني ليست في الحقيقة ليست قاعدة معرفية، لتكون عبارة مسكتة مش أكثر. بالضبط. تمارس هذا الدور الإسكاتي الإفحامي الذي يقصد يعني مستخدمها أن يشير إليه. رغم طبعا ترحيبي بتحفظ الدكتور محمد المتمثل في ضرورة إضافة قطعي الدلالة إلا أننا أيضا سنجد أنفسنا يعني مختلفين، وقد أختلف أنا والدكتور محمد حوالين القطعي الدلالة، يعني ومجاله ومداه وحدوده، لأنه البعض على سبيل المثال يرى أنه البعض يرى مثلا دكتور أن في مساحة ما هو قطعي الدلالة صعب قليلة جدا منها، وهي مساحة قليلة جدا في الشريعة. جميل، لكن يعني حتى مسلمات كليات مقاصد قليلة جدا في هذه الحالة إذن يعني لأنه البعض أحيانا بينظر إلى آيات الأحكام على أنها آيات قطعية الدلالة، وفي الحقيقة لا، ليس كل أيضا بالضبط يعني من يعود إلى موسوعات والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هو ده آية من آيات الأحكام، وهناك خلاف حوالين القروء من حوالين الآيات كما يقول ابن العربي في التفسير. هناك حول آيات الأحكام هناك شيء، يعني لحظة وبعدين ينتقل الكلام للدكتور علي، لحظة بس أقول حتى في قطعي الدلالة، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ده قطعي الدلالة، لكن النص القرآني لم يلزمك بشكل معين لتحقيق العدالة، هو جعل العدالة مقصدا، وأنت تفكر وتبتكر وتخترع المقاصد والكليات بشكل أساسي. بالضبط. بيظل يعني ما نفهمه من الدكتور محمد إنه مفهوم القطعي الدلالة هذا ليس مفهوما مغلقا، وإنما هو مفهوم يمكن حتى أن نتحرك داخله أيضا، يعني هناك شكل من أشكال الحركة داخله. لكن علينا برضو أن نعود أيضا إلى مسألة لا اجتهاد مع النص، لأنه البعض بيتعامل مع أنه كل آية قرآنية يرفعها في وجهك وكأنها نص لا ينبغي أن تجتهد بإزائه.
وهذا لا يا دكتور، هنا بس النقطة دي تحديدا، يعني النص هنا إحالة للقرآن الكريم. فكرة عدم الاجتهاد حتى حينما تتبنى رأيا من آراء الصحابة أو الآراء السلف، في بعض الأحيان هذه النصوص تحمل سلطة قوية. ما هي النصوص يعني الثواني دي النصوص الثواني دي ده خدت قوة إلزامية أحيانا بتتجاوز قوة النص الأول. يعني أحيانا النصوص جميل أنك أشرت إلى هذه النقطة، لأنه في الحقيقة من يتابع سجالات كثيرة في مصر وفي العالم العربي الآن حول مسائل دينية وإلى آخره، يجد أن كثيرا من الآراء المرفوعة ربما تبدو إلى حد كبير بعيدة عن روح القرآن. صحيح. وأكتفي بهذا. صحيح. يعني أنا فقط سأكتفي بهذا. يعني أنا بعيدة عن روح القرآن، ومع ذلك ترفع في وجهك وكأنها نصوص قاطعة لابد أن يتوقف يعني في مواجهتها أي اجتهاد أو أي تفكير أو أي ناهيك عن النقد. يعني صحيح. أن تنقد فكأنك هو كلام يرد عليه، كل كلام يرد عليه. هنا فكرة تحويل النص أو النصوص الثواني كما تقول نعم. إلى سلطة، يعني فكرة تحويل النص الذي من المفترض عليه بيقصد نصوص الثواني اللي هي نصوص البشر. نعم. البشر والسلف والآراء، لأنه في بعض الأحيان يعني يتحدث قال هذا وقال ذاك فكأن قوله يعني هو منزل يعني. هنا فكرة السؤال حول تحويل النصوص إلى سلطة تمارسها لإجبار الآخرين على رأي معين أو لتوظيف مصلحة معينة. ما هو أنا برضو تحويل النص لسلطة يعني. ما معنى النص هنا في عبارتك؟ النصوص أي نص؟ النصوص هنا عموما يعني هل النص البشري؟ ما هو لعل الأستاذ محمد قال فلان لعل الأستاذ محمد دكتور محمد لعل بس فقط لعل الأستاذ محمد يعني إنه اتكاء على تثبيت، يعني مثلا القاعدة التي نتناولها الآن بالحديث هي قاعدة لا اجتهاد مع نص. هذه القاعدة بالتأكيد عندما صيغت بخصوص القرآن، مش كده؟ لا، بخصوص القرآن والسنة أيضا. خلينا بخصوص الشرع. خلينا نتكلم على النصوص المؤسسة القرآن والسنة. لم يتعامل يعني لم يقدم نفسه كنص، يعني كلمة نص لم ترد في القرآن. نعم. يعني حتى لا تفهم ان حينما أذكر كلمة نص فهي مباشرة من القرآن الكريم. القرآن لم يقدم نفسه كنص، لم ترد في القرآن. لكن يا دكتور محمد، هذه القاعدة التي صيغت بخصوص القرآن والسنة جرى استخدامها لتحصين نصوص أخرى. هو بس برضو يا دكتور علي، يعني للأمانة عندما نقرأ في كتب التراث هذه القاعدة وردت عند الأئمة حتى الكبار، لكنها وردت في سياقات معينة. يعني مثل إيه؟ يأتي بنص قرآني ثم يقول وهناك من يقول كذا كذا، ونرد عليه بأنه لا اجتهاد مع النص. هو السياق هنا أن النص القرآني هنا نص قطعي الدلالة، فأي اجتهاد يأتي يخالف هذا القطعي الدلالة هو يجيبه ويقول لا اجتهاد مع النص. برضه لازم أبين أن الكلمة انتزعت من سياقاتها. يعني عندما توضع الكلمة في هذا السياق في هذا القالب مقبولة، لأنه هنا ما قبلها الكريم لا، ويفهم هذا النص القطعي الدلالة، يفهم يعني السياق يحدد. أما أن تنزع الكلمة من سياقها، ما هو لاحظ في حاجة، العبرة ده قاعدة من قواعد السياق القرآني وأنا لي دراسة فيه. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السياق. السبب ده في السياق كمان لا بخصوص السياق، لكن السياق يدخل دخولا أوليا. كما برضو في أسباب النزول، العبرة بعموم اللفظ لا بسبب النزول، لكن سبب النزول يدخل دخولا أوليا. لكن هي المشكلة في إيه يا دكتور علي؟ أن الناس ينتزعون الكلمات من سياقاتها ويتحدثون بها كأنها كليات مطلقة، قضية كلية موجبة مطلقة يجب التصديق بها. هذا خطأ. ثم إن برضو في شيء، يعني احنا اذا كنا بننتقد اشياء عند الدكتور نصر ابو زيد في المنهج التاريخي وانا لي تحفظ عليه وهو الان بين يدي ربه، لا نريد ان نستدعي مثل هذه الامور الان. نتحدث ليس عن شخص، المنهج التاريخي تعامل مع القرآن. نعم. لكن برضه في على الجانب الاخر هناك من يعلي دائما من اقوال الناس ولا يعلي من قال الله وقال الرسول. هناك دي مدرسة موجود. يمكن الدكتور علي قال ايه؟ وتصطدم هذه الآراء مع روح القرآن. نعم. أنا أتفق. هناك البعض
يأتي ليقول وقال فلان في القرن السابع الهجري، وقال فلان في القرن السابع، وقال فلان في القرن السابع، ولا أسمعه طوال المحاضرة يقول قال الله وقال الرسول. ده مشكلة، دي آفة، ويمكن نبه عليها الشيخ القرضاوي في كتابه كيف نتعامل مع القرآن، وفي كتابه كيف نتعامل مع القرآن، وفي كتابه كيف نتعامل مع السنة. قال أرى هناك من الشباب صحيح عندهم الغيرة والحماسة لدينهم، إلا أنهم يقدمون أقوال البشر وطول كلامهم لا يقولون قال الله وقال الرسول. لا، هو الفقهاء المفكرون. يعني احنا عندنا مدرسة تفكير فقهي. مدرسة تفكير فقهي ايه؟ اللي هي رد كلام البشر الى كلام الله سبحانه وتعالى. التصيد او الوقوف عند بعض اقوال البشر هل تكون في بعض الاحيان مدخل للطعن في الاسلام؟ يعني عدم العوده للنص الاصلي او عدم العوده للقران الكريم ومحاولات الوقوف عند بعض الاستشهادات الخاصه لفهم خاص للاسلام، قد يكون فهما صحيحا وقد يكون فهما خاطئا، هل يكون مدخلا للطعن في الاسلام ذاته؟ يعني ما انا عايز اقول لحضرتك في حاجه يمكن الدكتور علي يوافقني فيها. هناك فارق بين التشريع والفقه. نعم. يعني الشريعه النصوص. نعم. احنا مشكلتنا اننا جعلنا الفقه هو الشريعه. بالضبط. يعني جعلنا اجتهاد المجتهدين هو الشريعه. هذا خطأ. بالضبط. صحيح. بالضبط. الشريعه هي النصوص. بالضبط. بس أنا أريد أن أنبه بس هنا لمسألة، يعني أيضا قبل أن نترك هذه، يعني إحنا عايزين نشوف إنه هذه القواعد ربما، يعني الدكتور محمد وهو بيتكلم، أنا عفوا يا دكتور محمد أنا آسف، الدكتور محمد وهو بيتكلم يعني الآن أشار إلى أنه القاعدة بتنتزع من سياقاتها المستخدمة فيها وتخرج خارج هذه السياقات لتتحول إلى كيان مطلق يتم التعامل معه. هنا هذه الخطورة، أنه القاعدة زي قاعدة لا اجتهاد مع نص دي بتتحول لدرجة أن أنا يعني سأعطيك أمثلة على أنه هذه القاعدة يمكن أن تستخدم في غير مش بس النصوص القرآنية أو النصوص التراثية أو نصوص السنة، ده بتستخدم أيضا يعني مع نصوص ذات مصدر غربي أيضا. يعني ليس لك أن تجتهد في مواجهة هذه النصوص. يعني عندما يأتيني مثلا شخص ماركسي أو شخص وجودي أو شخص أيا كان اتجاهه الفكري ويتعامل مع نصوص ماركس أو نصوص معرفش مين أو مين أو مين بهذه الطريقة على أنها نصوص فوق الاجتهاد وفوق هذا، يعني ببساطة الآتي، هذا يعني أن القاعدة تتحول إلى قاعدة ثقافية تصبح جزءا من بناء الثقافة، وهذا هو الخطر. لن يجدي في هذا الحال إلا أن نتعامل مع هذه القاعدة تعاملا نقديا. وأول خطوات النقد، يعني الدكتور محمد أشار إلى بعض يعني التحديدات التي لابد من وضعها لكي يتم التعامل مع القاعدة، مع هذه القاعدة تعاملا معرفيا منضبطا. لكن أيضا علينا أن نضبط مفهوم النص، لأنه مفهوم النص ليس مفهوما منضبطا. لعلك أشرت قبل قليل إلى أنه القرآن على الإطلاق لم يسمي نفسه نصا. صحيح على الإطلاق. دكتور محمد عبد السلام، يعني في التاريخ الفكر الإسلامي كيف كان الصراع ما بين سلطة العقل وسلطة النص؟ لأن هناك من يرى أن كان هناك صراعا دائما ما بين سلطة النص وإعلاء قيمة العقل. لا، هو في مدارس، في مدارس كلامية ومدارس فقهية. يعني الثقافة الإسلامية وسعت هذه المدارس، وطبعا يعني هناك كما يقولون مدرسة الأثر ومدرسة الرأي، ودي موجودة بدايات أو من البواكير الأولى للحضارة الإسلامية، ودي كانت موجودة أيضا في يعني فقه الاختلاف كان موجودا منذ العصر الأول للصحابة. ابن عباس وابن مسعود. ابن مسعود يميل إلى التحوط والاحتياط، ابن عباس يميل إلى التساهل. ده يعني هنا وهنا، والنص يحتمل هذا وذاك. كبرت هذه المسائل مع الفتوحات الإسلامية ومع ظهور مدرسة مكة ومدرسة المدينة ومدرسة العراق وانتشار الصحابة والتابعين في الأمصار. ظهرت مدرسة الرأي في العراق، ظهرت مدرسة الرأي الفقهي على يد أبي حنيفة، كانت مدرسة النص والأثر وعمل أهل المدينة عند الإمام مالك. أتى الإمام الشافعي وحاول تأسيس الوسطية الفقهية بين الإمامين عن طريق أنه تتلمذ أولا على مالك، ثم انتقل بعد ذلك للتتلمذ على تلاميذ أبي حنيفة، ونخص منهم محمد بن الحسن الشيباني.
مدرسة أحمد بن حنبل أيضا مدرسة النص ومدرسة الأثر. يعني إذن المدارس بتتلاقح ما بين أيضا عندما جاء أبو الحسن الأشعري في المذاهب الكلامية من انتصر أكثر؟ يعني هي تستطيع أن تقول في فترات معينة يعني مدرسة النص تكون أكثر، في فترات معينة تكون مدرسة، لكن الوسطية أعتقد هي التي سادت أغلب بلاد العالم الإسلامي، سواء عن طريق الوسطية الفقهية على يد الإمام الشافعي أو الكلامية على يد أبي الحسن الأشعري الذي أتى وسطا بين مدرسة النص وبين المعتزلة. هل الوسطية هي التي سادت كما يقول الدكتور محمد عبد السلام في هذا الصراع ما بين سلطة النص وسلطة العقل؟ أنا أتفق فقط مع الدكتور محمد في أنه الذي ساد هو الشافعي والأشعري، لكني أختلف فيما إذا كان يعني في توصيفهما على أنهما وسطيان. يعني أنا بختلف في هذا. الشافعي يعني لعله ينظر إليه يعني قبل مالك، ربما في ظني أنا قبل مالك، على أنه يعني صاحب مدرسة الأثر ومدرسة النص بشكل أساسي، وهو كأصولي يعني الشافعي كأصولي يعني بالتأكيد الدكتور محمد يعرف ذلك كله، يعرف أنه أبطل الاستحسان وأبطل الرأي وأبطل العقل وأبطل كل شيء، يعني كل ما يتعلق بعناصر التجربة البشرية التي كانت على فكرة. يعني أنا أقول هذا وأنا أعي تماما أنه الممارسة الفقهية قبل الشافعي كانت ممارسة مفتوحة على العقل وعلى الرأي وعلى التاريخ وعلى الاستحسان وعلى كل هذه الأبعاد يعني. لكن الشافعي من يقرأ الرسالة يدرك أنه يعني جعل التفكير في الفقه من جهة الخبر فقط، من جهة النص فقط. لا يمكن أبدا التفكير في أي حكم فقهي أو أي مسألة فقهية بعيدا عن النص والنص وحده. لا وبس انا عندي برضه تحفظ معلش، لان مصادر الفقه عند الامام الشافعي القران والسنه والاجماع والقياس، والقياس له باب كبير، والقياس هو ادوات الاجتهاد. عفوا انا اعرف لكن القياس القياس باب واسع يعني عندهم في الرساله. لا القياس عند الشافعي قياس اقرب الى النص منه الى شيء اخر. عندما تقرا مفهومه عن الاجماع تجد انه الاجماع عنده ليس اجماعا على راي، وانما اجماعا على نص، لأنه الصحابة لا يمكن أن يجمعوا على رأي من عند أنفسهم، هم يجمعوا على نص ولكن النص اختفى وبقي يعني هو مشكلة في ماهية الإجماع يعني الإجماع. ربما أيضا برضه مسألة الاستحسان برضه في حاجة يا دكتور علي فقط قليلا دكتور محمد بعد إذنك هستأذن فقط قليلا. ربما أيضا نفس الكلام ينطبق على الأشعري. الأشعري لم يكن وسطيا بحال، ومحلل نص الأشعري، وأنا محلل ممكن أعتبر نفسي محلل جيد لنص الأشعري وقارئ جيد لنص الأشعري بالذات. الأشعري يعني لا يمكن، الأشعري هو مؤسس طريقة في الاستدلال سماها طريقة الاستدلال بالأخبار ردا على طريقة المعتزلة في الاستدلال التي كان يصفها بأنها طريقة الاستدلال بالأعراض. هذا ما يؤسسه في كتابه رسالة إلى أهل الصغر. في دقيقة واحدة يعني وصلنا لنهاية الحلقة والحوار يتسع لأكثر من ذلك، لكن للأسف هو يعني لم تتبقى سوى دقيقتين في آخر سؤال. فكرة أن النص القرآني كما هو معلوم هو نص ثابت والمعنى يتغير أو الحياة تتغير، كيف يمكن التوفيق ما بين هذا النص الثابت وتغير الحياة؟ ما احنا قلنا النصوص الثابتة في القرآن الكريم اللي هي قطعية الدلالة نصوص قليلة جدا، والظنية الدلالة كثير جدا يمكن أن نجتهد فيه بعقولنا، والقرآن يلزمنا بالاجتهاد، يعني يأمرنا بأن نجتهد حتى في المقاصد كالعدالة والمساواة والشورى. القرآن لم يلزمنا بشكل واحد للشورى أو بشكل واحد للعدالة. لكن بس في دقيقة أنا بس أخالف دكتور في مسألة الاستحسان الذي أبطله الشافعي. الشافعي أبطل الاستحسان المعتمد على العقل والهوى، أما الاستحسان الخارج من عباءة القياس فهو لا يبطله، بل إنه يسميه بالقياس الخفي. يعني هو عنده القياس الجلي والقياس الخفي. أيضا مسألة الأشعري هو برضه بيقول موضوع يعني بعيد عندما تحدثت عن وسطية الأشعري تحدثت عن أنه وقف موقفا وسطا بين مدرسة النص والسلف عند أحمد بن حنبل وبين مدرسة المعتزلة، لأنهم تعرف تتلمذ على يد أبي علي الجبائي إلى غير ذلك. لا يمكن فأنا هنا أتحدث عن أنه جمع بين العقل والنقل. اسمح لي بس يعني عندما تقرأ مقدمته للإبانة عن أصول الديانة
تجد أنه يعتبر أحمد بن حنبل يقول بالنص: أما أحمد بن حنبل فهو ديانتي التي أدين بها. طيب، وعندما تقرأ له اللمعة في الرد على أهل الزيغ والبدع أيضا تجده ينتصر سلطة العقل عند المعتزلة. أنا أوافقك في الإدانة ولا أوافقك في اللمعة. سيظل مطروحا. وعلى أي حال استفدنا كثيرا من يعني الأفكار التي طرحت من قبل ضيفي الكريمين في هذه الحلقة من بقعة حرية. أتوجه بالشكر العميق للأستاذ الدكتور محمد عبد السلام، رئيس قسم الدراسات الإسلامية جامعة عين شمس. شكرا لك وشرفتنا. كما أتوجه أيضا بالشكر للأستاذ الدكتور علي مبروك، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة. شكرا أستاذ محمد. شكرا. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لختام هذه الحلقة. القرآن تأويل جديد أم علاقة جديدة؟ لكم من أسرة برنامج بقعة حرية كل التحية، وهذه تحياتي أنا محمد عبد.